الحلقة رقم 29 من بسمة عمل. بيحرق زميله عشان يطلع مكانه. في الشغل المنافسة حاجة طبيعية، لكن في فرق ما بين المنافسة الشريفة وبين انك تدوس على غيرك عشان تطلع. زميل كنت قاعد مرة معاه، هو مدير في شركة كبيرة، حكالي عن موظف كان شغال معاه في فريق المبيعات. الموظف ده كان بيبان انه نشيط وبيحقق ارقام، لكن خلي بالك كان عنده خطة تانية في الكواليس، انه يلمع نفسه قدام الادارة عن طريق حرق زميله المنافس. وحرق ده بقى مش مقصود بقى انه يحرقه، هنقولك دلوقتي. كان يعمل ايه؟ كان يستنى اي فرصة يشير ايميل فيه غلطة صغيرة لمديره الاعلى، او يوصل معلومة ناقصة، او يفسر تصرف زميله بطريقة تخليه يبان مقصر. المدير اللي هو زميلي يعني كان بيراقب بقى. راجل كان فاهم الدنيا شوية، لحد ما جاله يوم موقف واضح. الموظف ده خبى معلومة مهمة عن زميله. عشان ايه؟ يتأخر في الصفقة وهو او الديل يعني، وهو ياخدها مكانه. النتيجة حصل ايه؟ العميل اكتشف الموضوع والشركة خسرت الصفقة كلها. وقتها القرار كان واضح: انهاء عقده فورا. مش بس لحماية الفريق على فكرة، لكن كمان عشان اي حد في الشركة يعرف ان الترقية لازم تيجي بالشغل، مش باللعب على الظهر او على ظهر غيرك يعني، او من ورا ظهره. وكمان له هو على فكرة عشان يتعلم وياخد درس، بس كان درس قاسي شوية. الرسالة بقى لحضرتك: اللي بيحرق زميله عشان يترقى بيحرق نفسه قبله. والتوصية من النهاردة نشتغل عليها: نافس منافسة شريفة بالأداء. اشتغل على نفسك واسعى، مش بالمكايدة ولا ان انت توقع حد. ساعد زميلك حتى لو بتتنافس، صدقني فايدتها كبيرة جدا جدا. افتكر ان سمعتك هي اللي هتفضل، مش منصبك المؤقت. وعندنا امثلة كتيرة جدا على الكلام ده. النجاح اللي بيجي بالغدر عمره ما بيطول. اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.